السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد النهاردة، ويعتبر ده تكملة للفيديو السابق اللي اتنشر من خلال من حوالي 4 أيام. الفيديو اللي اتنشر من 4 أيام بعنوان أسباب خبط بعد تركيب رشاش العزاء اليدوي بعد تغيير الخزنة أو رأس المحرك الجديد. الفيديو السابق نشرناه بناء عن طلب من أحد الإخوة المتابعين. كلمنا وقال لنا إنه اشترى خزنة جديدة وبيجي يركب فنية الرشاش أو الرشاش بالكامل، وربط عادي بالمسمارين والصواميل بتوعهم، ويجي يشغل من خلال الحدافة بالحبل. بيحصل عملية ضأر أو خبط كما ذكرنا في الفيديو السابق. الفيديو السابق ما اتكلمنا عن أسباب الخبط والحاجات ديت، وده يعتبر الفيديو التاني والتكملة للفيديو السابق. ايه الأسباب يا جماعة؟ عشان نعرف المفروض إن في خزنة جديدة زي ما ذكرنا في الفيديو السابق. الخزنة الجديدة بتيجي في نوع منها بيجي مثلا فاضي بدون صبابات وبدون سوست وبدون أي شيء. أما بالنسبة اللي جابها أخونا الكريم، يعتبر الخزنة موجود فيها السوست وكل حاجة، ولكن في حاجة يا جماعة مهمة جدا لابد ان احنا ناخد بالنا منها لما نشتري خزنة جديدة، وهي المكان اللي بيركب فيه الرشاش اللي هو موجود وقربناه لكم ده. طبعا المكان ده اتكلمنا عليه في الفيديو السابق، والمفروض بيكون فيه قاعدة الرشاش. قاعدة الرشاش دي لو مش موجودة أو الخزنة مش موجودة، ممكن نعملها من خلال مخرطة مختصة، ولكن بتبقى ليها مقاسات معينة: أطوال، القطر، الارتفاع. ودي طبعا القاعدة بتاع الرشاش. المفروض الخزنة الجديدة دايما ما بيكونش فيها القاعدة دي، فلو مش موجودة الخزنة عندك القديمة وبطريقة ما ان انت تخلعها، المفروض بتتخلع من هنا، وبرضو من خلال يعني من ظهر الخزنة بتتخلع برضو من خلال شخص مختص عشان ما يحصلش أذى للخزنة، أو إن كان الخزنة قديمة يعتبر مش عايزة أو أي شيء، أو بيحصل فيها سخونية أو لخبطة من المكنة. كده كده احنا مستغنيين عنها، فاحنا بنطلع المفروض الجزء الداخلي اللي هو خاص بقاعدة الرشاش. المفروض القاعدة دي بتبقى طبعا ما بتبقاش في الرشاش متصلة بالرشاش مباشرة، لا بتبقى قاعدة جوه، يعتبر موجودة في المكان اللي شبه السلمة ده. طبعا بسبب الخبط اللي أحد المتابعين اتكلم عليه، طبعا حصل عنده زيادة لفونية بوز الرشاش بالطريقة دي. طبعا بعد ما ربط، لو قسنا بالنسبة الطول دهوت، المفروض ان هو سنتي ونص
أو سنتي و14 ملي. آسف، بعتذر، سنتي و4 ملي. يعتبر لو قربنا سنتي و4 ملي بتاع ديت 14 ملي. 14 ملي طبعا بنفس النسبة ديت، لما تنزل هتبقى بنفس المسافة دي. بنفس الشكل ده يا جماعة. وطبعا كده عرفنا ايه السبب الخبط، خصوصا لما نركب رشاش على خزنة جديدة، عشان نبقى عارفين ومتأكدين وما نلفش كتير. الخزنة الجديدة مبقاش فيها القاعدة دي، المفروض بنخلعها من القاعدة القديمة وبنركبها في القاعدة الجديدة. طبعا الخزنة بعناها او رميناها في الخردة او اي شيء، او ضاعت او اي شيء من ده. طبعا في حل تاني اللي هو الحل ده. طبعا يا جماعة بنذكركم ما تنسوش اللايك، لان اللايك مهم، بمعنى اضغط اعجاب على الفيديو، عشان الاعجاب ده مهم يا جماعة، وبيخلي القناة تنتشر كتير. لايك للفيديو، واللي ما اشتركش يا جماعة فضلا يشترك في القناة عشان يوصل له كل جديد. وما ننساش تفعيل زر الاشعارات. نرجع للمقاس. المفروض القطر الخارجي، طبعا القطر الخارجي مع المفروض 17 ملي. 17 ملي القطر الخارجي. القطر اللي هو في الأسفل يعتبر 10 ملي. هنيجي دلوقتي على الارتفاع اللي هو الجزء الأولاني، يعتبر برضو 10 ملي. الجزء دوت يا جماعة يعتبر 5 ملي. أما بالنسبة للقطر الداخلي، لو ما قدرناش ان احنا ناخده بالطريقة ديت، ماشي، ممكن ناخده عن طريق فونية الرشاش اللي هو 5 ملي. بنعتذر، 7 ملي. 7 ملي. في حاجة تانية يا جماعة، المفروض الرشاش ما يبقاش محكوم حكم جامد بالطريقة دي، لاني بيسخن الفونية جامد. والمفروض ان يكون المعدن ده المفروض افضل حاجة يكون زهر، انما الحديد بيشيل سخونية جامدة.
اما بالنسبة لورد النحاس، الورد النحاس بتركب في مكان معين غير المكان ده. طبعا بتركب هنا عشان ما يحصلش عملية تسريب او تهريب او تنفيذ بسيط، وبتركب بالطريقة دي. فرضنا ان مفيش مثلا ورد نحاس او اي شيء من ده، مفيش، او ورد النحاس مثلا سقطت، فتلة عادية من اللي هي فتلة الخيط اللي هي بتاعة الخياطة عادي، ونركبها ونلفها ايه بتاع حوالي بتاع 10 لفات بساط بنفس القيمة ديت، عشان تعمل عملية احكام للايه، لأي تهريب، لأن أي تهريب بيعمل عملية سخونية، وسخونية حوالين جدار الفونيا، وبالتالي بيسخنها وبيسخن البلف اللي جوه، لأن البلف ده وظيفته إن هو يرجع ويفتح. لما بيرجع بيفتح عملية الايه، ضخة الجاز اللي هي البخة، ده وظيفته إن هو يرجع ويضخ، يرجع ويضخ ويرد مكانه تاني من خلال بلوف وسوست وحاجات من دي، عشان ما نخرجش على الموضوع الأساسي. ده كان فيديو النهاردة يا جماعة، وده كان الفيديو اللي هو المكمل أو تكملة الفيديو السابق اللي اتكلمنا فيه عن القاعدة بتاعة الرشاش، واللي هي بتسبب عملية خبط خصوصا في الخزنة أو في شراء الخزنة الجديدة. معلومة أخيرة يا جماعة، الخزنة الجديدة ما بيبقاش فيها القاعدة دي. لكم منا كل التقدير والاحترام، وبنشكر كل المتابعين، وبنشكر كل اخواتنا اللي بيتابعونا من جميع الدول العربية، وشكرا لكم. وما تنسوناش في الدعاء، هنترك لكم الفيديو اللي هو السابق للناس اللي ما شافتوش، عشان يبقوا مواصلين وفاهمين الفيديوهين، لان الفيديوهين يعتبر متصلين ببعض. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.